موضوع حلقتنا النهارده عن صحة الأسنان، لأن ابتسامتنا مش بس شكل، دي كمان صحة وثقة. ناس كتير بتأجل زيارتها لدكتور أسنان بسبب الخوف أو عن طريق معلومات خاطئة من الإنترنت، وبتبقى مش عارفة إيه هو الصح وإيه هو الغلط. النهارده هنتكلم عن أهم الإجراءات اللي الناس كتير بتسمع عنها، زي زراعة الأسنان، زي التركيبات الثابتة، زي التقويم، زي حشو العصب أو التبييض. وهنتعرف على ده عن طريق خبرة الدكتور أو قصص حقيقية شافها داخل العيادة. ومعانا النهارده دكتور ياسمين سعيد، أخصائية التقويم. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بيك يا دكتور ياسمين، إيه الأخبار؟ كله حلو الحمد لله. من أي سن ممكن نبدأ نزور دكتور التقويم يا دكتور؟ المتعارف عليه ان الناس فاهماه ان احنا ممكن او نبدا نزور دكتور التقويم واحنا كبار، بس لا بالعكس، احنا ممكن نبتدي نزور دكتور التقويم من سن 7 سنين او 8 سنين كمان، لان احنا لو بدانا بدري ممكن نتجنب حاجات كتيره قوي ومشاكل كبيره قوي ممكن تحصل لو الشخص بداها وهو صغير او تفاديناها واحنا صغيرين. ممكن نتجنب حاجات كبيره واحنا كبار. إيه الحاجة مثلا اللي أشوفها في الطفل أبدأ أقول أزور دكتور تقويم؟ لما ببتدي في سن صغير عاده في التقويم احنا بنبتدي نتكلم في مشاكل في العظم، في الفك نفسه مش في السنان. يعني ممكن نبتدي مثلا نلاحظ ان اولادنا او الاطفال من سن مثلا 6 سنين او 7 سنين، ودي الفتره اللي هم بيبتدوا يكبروا فيها، عندي مثلا ان الفك السفلي متقدم شويه عن الفك العلوي، او الفك العلوي مثلا متقدم شويه، فبيديني مشكله في الشكل بتاع الطفل نفسه. انا في الفتره دي ممكن اتدخل باجهزه معينه بتتركب في السن ده للاطفال، بتمنعني ان مشاكل كتيره انها تحصل، او تساعد ان العظم يكبر بطريقه معينه بحيث ان انا اعرف اتجنب مشاكل تانية كبيره. يعني العظم بيبقى لسه في النمو فنلحق. بالظبط كده، مظبوط كده بالظبط. ممكن تشرح لنا يا دكتور ايه انواع التقويم؟ هو احنا عندنا 4 انواع تقويم. اول نوع اللي هو المتعارف عليه اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو النوع المعدني، اللي هي بتبقى الفصوص معدنيه بتتركب في البق العيان، وبيبقى برضو السلك اللي بيتحط عليها معدني. وعندنا نوع تاني اللي هو الناس اللي مش بتحب قوي الظهور ان حاجه ميتاليك في بقها او حاجه معدن تبقى ظاهره في بقها. عندنا حاجه تانية اسمها السيراميك. السيراميكس دي بتبقى من اسمها معموله من السيراميك، فدي بتبقى بيضه، هي مش شفافه بس بتبقى بيضه، فتبقى لون السنان. ليها طبعا مميزات وليها عيوب، وكل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. النوع الثالث اللي هو بقى يعني ابتدى يظهر يعني بفتره كبيره، في اخر فتره بقوه كبيره، اللي هو الالاينرز، اللي هي بتتفك وتتركب، اللي هي بتبقى شفافه خالص، وبنديها للعيان. بيبقى فيه سيتس معينه بنديها للعيان، والعيان هو اللي بيحطها في بقه ويركبها ويفكها. طب هل الالاينرز دي تنفع لكل البيشنت؟ بص، هو دلوقتي هي الالاينرز دي بتبقى من شركات طبعا معروفه وشركات كبيره قوي هي اللي بتصنعها. فدلوقتي الشركات بتكليم او بتقول ان هي في اغلبيه الحالات احنا ممكن نشتغل بالالاينرز، وبس في حالات طبعا احنا بنضطر مثلا لو العيان ظروف شغله او ظروف حياته ان هو ما يسمحش ان هو يركب تقويم المعدني او السيراميك، وطالب ان هو يحط الالاينرز بحيث مثلا في فتره معينه محتاج يفك وما يبقاش ظاهر بيه، بنضطر مثلا في حاجات معينه لو هنضطر نستخدم جزء مثلا معدني مع الالاينرز، والحالات طبعا كتير فيها سكسس ريت عالي يعني. طب امتى نستخدم المعدن وامتى نستخدم الالاينر؟ ده بيرجع للعيان نفسه، يعني بيرجع للعين. انا بديله الاختيارات كلها، بقول له ان احنا عندنا الانواع المتاحه، وعلى حسب طبيعه شغله، على حسب طبعا برضو الفاينانس، لان كل حاجه ليها سعر مختلف. انا بقعد مع العيان بشرح له كل حاجه وبوري له بالشكل دي بتبقى عامله ازاي ودي بتبقى عامله ازاي، هو بنقرر سوا ايه المناسب ليه. طب انا كنت حابه اسال حاجه يا دكتور محمود بخصوص التركيبات والزراعات وكده، ممكن بس تدينا فكره كده بسيطه ايه الفرق ما بينهم، وامتى نلجا للزراعات وامتى نلجا للتركيبات؟ طبعا لو عندنا سنه مفقوده بنبدا نلجا لا اما التركيبات لا اما الزراعه. طبعا الزرعه لو عندنا سنه او اكتر مفقوده هو الحل الافضل بكل المقاييس، لان الزرعه بكل مقاييسها نفس السنه بالظبط. ليه؟ لان السنه عباره عن جدر محاط بعظم، والعظم ده محاط باربطه، وده متغطى كله بلاستيك، ومن فوقيه الجزء الظاهر اللي هو الجزء اللي هو الكراون اللي احنا بناكل عليه. ايه هي الزرعه؟ الزرعه عباره عن جدر من التيتانيوم نبدا نحطه جوه العظم ونسيبه الفتره الكافيه لحد ما يحصل التئام كامل حوالينه وحوالين العظم، ونبدا نعوض الكراون. ايه الفرق ما بين بقى الزرعه وما بين التركيبات، وامتى نختار التركيبات وامتى نختار الزراعه؟ التركيبات ان احنا عندنا سنه مفقوده فبنبدا نبرد السنه اللي قبليها والسنه اللي بعديها ونعمل جسر مكون من 3 وحدات بنعوض بيه السنه المفقوده. كل المقاييس الزراعه احسن، لان احنا ما بنقربش لاي سنه مجوره ولا اي سنه سليمه، ولا بنلمس السنه السليمه خالص. وحتى التكلفه، بالنسبه للتكلفه بقت مقاربه، يعتبر تقريبا التكلفه بقت مقاربه، يعني 3 كراونات لو هنعملها زيركون يعني التكلفه اصلا بتبقى قريبه جدا. فالزراعه بنختارها عشان احنا ما بنلمس اي حاجه خالص من الاسنان المجوره.
طب في حاجات معينه مثلا انا لو حبيت دلوقتي هزرع في مثلا يعني عيانين معينين يقدروا يزرعوا وعيانين تانيين لا هو ولا؟ عموما كل عيان يقدر يزرعه، حتى عيان السكر كانوا ايفيدنس قبل كده بيقولوا ان عيانين السكر ما ينفعوش يزرعوا، بل بالعكس دلوقتي عيان السكر اصلا بنعمل له حاجه اسمها تحليل تراكمي لحد نسبه معينه 7.5 ل 8 بس كتير 7 ونص 8 لحد ممكن 8 يزرع. كمان ممكن أوكي. يزرع. نحط له الزراعه في وقت قليل جدا زيه زي اي بيشنت عادي خالص، من غير مفيش اي مشاكل ولا في اي ريسك ان الزرعه حتى تفلير خالص. طيب ممكن تكلمنا برضو عن حاجة اللي هي الفول أورش أو الفك الكامل للزراعات، لأن في ناس كتيرة ما تعرفش يعني إن إحنا ممكن يعني لو ما فيش سنان خالص ممكن فعلا نركب زراعات فوق وتحت ونعوض الفك العلوي والسفلي بأسنان عن طريق الزراعات. حلو جدا السؤال ده يا دكتور ياسمين. احنا لو عندنا زراعه فك كامل، اول حاجه بنعملها خالص قبل ما البيشنت نبدا اي اجراء بنعمل اشعه اسمها سي بي سي، اشعه ثلاثيه الابعاد. دي بتعرفنا العظم اللي موجود في الفك بتاعه. على اساس الاشعه دي بنحدد عدد الزراعات بتاعتنا، اذا كانت اولون 4 يعني 4 زرعات او 6 زرعات. وممكن نعمل حاجه اسمها immediate loading، يعني ممكن البيشنت اللي جاي لي يخرج ماشي باسنان، يعني بناخد نفس مقاس في نفس السيشن. تمام. بنعمل الزراعه وبناخد مقاس وبنسلمه immediate load يقعد بيه تمبري يعني مؤقت من 3 ل6 شهور، ويجي بنشيلها وبنحط التركيبه النهائيه ويبقى يعني فانكشننج 100% functioning كل حاجه، وياكل عليه كاستاتيك كفانكشننج ككل حاجه يقدر ياكل عليها اي حاجه، كل ده مثلا في ساعتين. انا كنت عايزه احكي موقف. انا كان في مره شفت مريضه كانت سنها صغير جدا، كانت العينه تقريبا 42 سنه وما عندهاش ولا سنه في فكها. حصل لها يعني راحت لكذا دكتور سنان للاسف وعملت تركيبات مش مظبوطه، فابتدت السنان تبوظ سنه سنه لحد ما خلعت سنانها كلها، وكانت شغاله شغل هي لازم تتعامل فيه مع الناس بصوره تقريبا شبه يوميه. فبرضه عايزين نوضح للناس ان مش التفكير مثلا مش لازم سن معين كبير او احنا لا خالص، ملهاش علاقه بالسن خالص. هو في ناس كتير جدا جدا لا عندهم سكر ولا عندهم اي حاجه وبيجوا فاقدين اسنانهم نتيجه الاهمال الشديد في الاسنان. بالظبط. طبقه الجير اللي موجوده حوالين الاسنان في ناس بتعتبرها، وفي ناس كتير بتسالني بتقول لي طبقه الجير دي ماسكه حاميالي، السنه. دي حاميالي السنه، مش عايزه سنه عشان هي ماسكه لي السنه. الاسمنت بتاع السنه. ده الاسمنت بالظبط بتاع السنه، وده معلومه خاطئه 100%. لذلك الزراعه مالهاش علاقه بسن ولا مرتبطه بسن خالص. وزي ما حضرتك قلت برضه دلوقتي مع الحاجات الحديثه اللي ظاهره ما بقاش في حاجات مثلا بتخليني ابعد عن الزراعه، مثلا مشاكل صحيه او لايف ستايل معين او تدخين. الفكره في اختيارك للفريق الطبي المتكامل، لان زراعه الاسنان دي هي بس مش متوقفه على دكتور جراح، لا، وفي دكتور جراح سبيشاليست جراحه، وفي سبيشاليست تركيبات بيبقى موجودين الاثنين مع بعض، في سبيشاليست خاص باللثه وعلاج اللثه. لازم كل الدكاتره كل التيم، لازم البيشنت قبل ما يختار انه يعمل زراعه يختار الفريق الطبي الكامل، ما يستعجلش خالص، لان بيجي لي حالات كتير قوي من دكاتره كتير مفليره ومحصله لها فيلير والزرعه بالكراون جايه واعيين ليه؟ لان اختيارك للدكتور اهم من الزراعه نفسها. بما اننا دخلنا في سكه ان الجير وبتاثر على السنان، فممكن نتكلم شويه فعلا زي ما انت قلت في الاول برضو ان الاسنان بتاعتنا مش بس مجرد ابتسامه ومجرد شكل. فعايزين نفهم الناس ان يعني حتى الحاجات البسيطه اللي هو مش واخد باله منها زي الجير مثلا، وازاي الجير بيتراكم، واحنا المفروض نعمل ايه عشان نمنع حاجه زي كده، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا. هو الجير ده بيبدا ازاي يا دكتور ياسمين؟ بيبدا اول حاجه عن طريق ان هو بيبقى صبغه بسيطه خالص على السنه، الناس بتبقى مش مهتمه بيها خالص، يبدا يحصل له كالسيفيكيشن فيبدا يكون طبقه الجير اللي حوالين السن دي. فكل ما بنسيب طبقه الجير كل ما يبدا ياكل في الجزء اللثوي، بعد ما بياكل في الجزء اللثوي ياكل في الاربطه وفي العظم، فخلاص السنه بتبقى هشه، فخلاص كل العظم وكل الاربطه الحاميه للسن، السنه بتبقى خلاص هشه ومعرضه ان هي تتخلع. فلذلك لازم كل مريض كل 6 شهور على الاقل يروح يعمل زياره لدكتور الاسنان يعمل له تنظيف الجير. الناس بتقول ان احنا مثلا بنيجي ننظف بالظبط، لا خالص، يعني في ناس بتيجي تقول لي لا انا مش عايزه انضف جير عشان يا دكتور انا حسيت بحساسيه بعد ما انا نضفت، انا عندي حساسيه من كل الموسع. طبعا لازم تحس بحساسيه من الموسع لان طبقه الجير بدات تاكل جزء من اللثه بالظبط، تاكل في العظم، فيبدا جزء من الروت او الجذر يبان، فتبدا تحس بحساسيه الاسنان. مش كل دكتور بيشتغل كل حاجه، لا هو ما بقاش دلوقتي اعتقد موجود، يعني هو لسه والله ما زال موجود يا دكتور ياسمين، بس اعتقد الناس بقت فاهمه اكتر وواعيه اكتر انه يعني ده دلوقتي التخصص بقى فيه يعني سب سبيشاليتي كمان. يعني بالظبط ده اللي احنا بنتكلم فيه، انك تختار فريق طبي متكامل في كل التخصصات. ممكن برضو نتكلم شويه عن الحاجات اللي هي الدلع بقى في الاسنان،
يعني مش هنتكلم، يعني انا طبعا انا مؤمنه ان الاسنان دي، وعلى فكره ناس كتيره دلوقتي والايفيدنس دلوقتي بيقول ان اغلبيه الامراض اللي بتبقى المزمنه موجوده بتبتدي من بق العيان، يعني ممكن حاجه بسيطه توصل فعلا لامراض كبيره سيستماتيك كمان يعني عضويه. بس خلينا نتكلم بقى على الجزء الدلع اللي الناس بقى ايه بتروح لدكتور السنان، يعني ناس محافظه على بقها كويس قوي، بتهتم بالنظافه والغسيل وكل حاجه. ايه الحاجات اللي هي الدلع اللي عندنا في السنان يعني؟ عندنا حاجات الدلع اللي في السنان طبعا هم حاجتين اساسيين، الا وهي التبييض، والحالات اللي ما بتنفعش بالتبييض بنلجأ للفينير. ايه هو التبييض؟ عباره عن ماتيريال بنحطها على السنه تتعامل كيميكالي كده مع الاسنان، فتبدا تفتح لي لون السن. في ناس كتير قوي بتسالني تقول لي يا دكتور انا بخاف اعمل تبييض مثلا عشان بياكل جزء من المينا بتاعه الاسنان، وده طبعا مش صح. ده طبعا مش صح خالص، لان هو اصلا ملوش علاقه اصلا بطبقه المينا، هو بيتعامل اورجانيك مع الماتيريال اللي جوه طبقه المينا. تاني حاجه هي طبعا فينيرز او الناس كلها طبعا الفينيرز ده احسن، انا بسميه في علم الاسنان احسن من انجبت علم الاسنان بصراحه يعني دي احلى حاجه في علم الاسنان، احسن من التقويم يعني انا ولذلك في حالات كتير قوي، يعني احنا بنبقى مشتركين انا وانت دي برضه في حقيقة حالات فعلاً، كتير قوي، يعني في حاله كانت لسه عندنا يعني في العياده بالظبط كيس احنا بنقلاين السنان الاول قبل ما نحط له الفينيرز، عنده سنه معوجه ما ينفعش بزاويه معينه، لازم نرص السنان بطريقه ده معينه. اللي انا بتكلم فيه، ان السبيسنج اللي ما بين السنان صح. على حسب حجم السبيس ده، على حسب حجم الفراغات اللي ما بين الاسنان، بنحدد ساعتها اذا كنا هنحتاج تقويم وفينيرز او هنحتاج فينيرز على طول. يعني لو كان حجم الفراغات ده يا دكتور يعني بسيط، ممكن نعوضه على طول بالفينيرز من غير ما نحتاج تقويم. لو الفراغ زي ما انت حضرتك لسه قايله فيه سنه معوجه، في فراغ كبير في الاسنان، فبنحتاج الاول دكتور تقويم يظبط له ويعمل الاين للاسنان كلها، بعد كده بنعمل الفينيرز. عشان كده زي ما انت قلت فعلا ان لازم العيان لما يختار عياده فيها كل التخصصات وفيها ناس فاهمه كل التخصصات. في كيس لسه جايه لي كانت عامله فينيرز، انا عايز اقول لك الفينيرز كانت حلوه جدا، بس الفينيرز كفينيرز حلوه، لكن البرواز بتاع الفينيرز لو هي اللثه دي اهم من الفينيرز نفسها. دي حقيقه فعلا. البرواز بتاع الفينيرز نفسه هو عباره عن لثه، لذلك ما ينفعش نروح نعمل فينيرز. برضه هفضل اتكلم في التخصصات، ولازم يبقى موجود تخصصات، لاني اخصائي اللثه لازم يبقى موجود في علاج الفينيرز. يبص الاول يشوف هل هو محتاج علاج لثه الاول، بعد كده نعمل فينيرز، ولا هل هو ممكن نتدخل بيه الفينيرز على طول. جات لي بتشتكي طبعا التهابات شديده في اللثه، عشان كان عندها مشكله اصلا في اللثه في الاول، وعملنا الفينيرز وما اتعالجتش، وعملنا الفينيرز على طول. فاضطرينا طبعا ان احنا نشيل الفينيرز دي كلها. في الحاله زي دي بنشيل طبعا مفيش حل تاني، نشيل الفينيرز دي كلها. وكمان كانت عندها مشكله ان عندها اللثه مش مستويه في كل الاسنان، يعني في حته نازله وفي حته، لازم الاول دكتور اخصائي اللثه يبص يعمل حاجه اسمها جنجيفكتومي اللي هو قص اللثه، بيخلي الاسنان كلها على نفس الاطوال. بعد كده نبدا ناخد مقاسات ديجيتالايزد طبعا، وفي امكانيه دلوقتي كبيره جدا في الفينيرز ان انت ممكن تشوفي اصلا ابتسامتك وضحكتك من قبل ما نبتدي شغل اصلا، قبل ما نبتدي شغل، عن طريق حاجه اسمها ديجيتال سمايل ديزاين. ان احنا بنيجي بناخد مقاس للبيشنت، بنعمل له حاجه اسمها سمايل ديزاين، نوري له، بنقدر انا وهو نختار شكل السنه، نقدر نختار لون السنه، لا الحجم ده احنا عايزين نكبره شويه مثلا، عايزين السنه دي نطولها شويه، بنتناقش في كل التفاصيل الجماليه. لكن اي تدخل علاجي طبعا بيبقى الدكتور رايه 100%، بالذات الفينيرز. اي حاجه تجميليه لازم المريض بتاعك يبقى ليه راي فيها، لان ده اختياره. بالظبط. في ناس يجي يقول لي هل يا دكتور مثلا الفينيرز ده بعد شويه هلاقي لونه غير؟ لا طبعا عمر لون الفينيرز ما بيغير خالص. لو اتعمل بمواد رديئه عند حد مش مظبوط بالظبط بيحصل فعلا. ده اللي انا بتكلم فيه، لازم تختاري التيم الصح، الصح وتختار بالظبط. لذلك تفرق بقى، يعني في عياده مثلا الفينيرز بسعر كذا، ويجي يقول لي يا دكتور ده انا سالت في عياده ثانيه مثلا الفينيرز ده بربع السعر بتاعك يا دكتور. دي حقيقة. هو دي بتفرق بقى، تفرق انك رايح لدكتور رايح لعياده ومختار عياده فيها كل التخصصات، مش بس بتعمل لك حاجه شكل بس، لا هو شكل وفانكشن وصحه وكل حاجه. شكرا يا دكتور ياسمين، انبسطنا جدا معاك النهارده. انا اللي حابه اشكرك يا دكتور محمود، واستفدت فعلا النهارده حاجات معلومات، يعني عشان انا في التقويم شويه بس، لا استفدت في التخصصات التانية. ثانك يو يا دكتور.